أنا أقول بادعاء التالي وسوف أبرر هذا الادعاء. أنا أعتقد أن إسرائيل الآن أوشكت على أن تصل إلى نهاياتها، وهذا الشيء الادعاء حقيقة ليس ادعاء طارئا، يعني مش أنا بقوله اليوم يعني لأنه والله زعلان من إسرائيل وكذا، لا أبدا، هذا ادعاء حقيقة أظنه. يعني أنا طبعا متحيز، لا أزعم أنه أنا يعني عدم مؤاخذة جانب المريخ، أنا بالنهاية ابن هذه الأمة وابن هذه القضية، وأعتقد أنه لكني عندما أفكر فيها بعمق أجد أن إسرائيل الآن تواجه في الحقيقة نهايات. أول شيء يخطر ببالي أن إسرائيل هي ثمرة النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية 1945. أسست إسرائيل كثمرة للمنظومة الأوروبية الغربية الأمريكية، وهذه الثمرة كان لها دور. هذه المنظومة كلها الآن تهتز، كل منظومة الحرب العالمية الثانية تهتز، لم تعد قائمة كما كانت في السابق، وبالتالي تفترض أن ما ارتبط بها من مسببات وجود سوف تهتز كذلك. فهذه مسألة أعتقد أنه، وأنا أقول هذا من سنوات ليس من الآن، المنظومة الدولية التي صنعت إسرائيل اليوم تتغير، والمنظومة الجديدة لم تولد بعد. ومن هنا حتى هناك ايش حيصير؟ كما قال جرامشي، عنده مقولة جميلة جدا، قال العالم القديم يموت والعالم الجديد لم يولد بعد، ومن هنا حتى ذلك الوقت ستخرج كثير من الوحوش. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل عندما ولدت من غير شهادة ميلاد شرعية، هذه دولة من دون شرعية. كيف؟ يعني الآن احنا عندنا ايش اسمه إيران، تزعل من إيران، بتحب إيران، بتكره إيران، إيران كويسة، إيران عطلي شيء ثاني، لكن في شيء اسمه إيران صار له آلاف السنين، صح ولا لا؟ في كيانات اسمها مصر، في كيانات اسمها العرب، في تركيا، في كذا، يعني موجودة في الأرض ذات شرعية، ما حدا بيجي بيقول أنتم مين. هذه كيانات شرعية ذات تاريخ عريق، آباء وأجداد وأحفاد منذ مئات الأجيال يعيشون في هذه الأرض ويتفاعلون بها. لما يجيني قوم من بولندا ومن بيلاروسيا ومن روسيا ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن بريطانيا ويهاجروا عندي، وما زالوا آبائهم وأجدادهم مدفونين في تلك البلاد، ويزعموا أن هذه أرض من غير شعب لشعب من غير أرض، ثم يجدوا أنهم الآن بعد 76 سنة قاعدين بيقاتلوا هذا الشعب الغير موجود. إيش الشرعية اللي بنيت عليها ابن الحرام؟ صح ولا لا؟ أنت الشعب، إحنا المفروض شعب بدون أرض، مش هيك ولا لا؟ إحنا ما عندناش شعب أصلا، أنت بتقاتلوا في مين؟ قاعدين أشباح. إذا كل هذه المنظومة بنيت على شهادة كاذبة ليست موجودة في الحقيقة، هذا فيك، هذا شيء صنع مصطنع. أما تقول التوراة قالت وإبراهيم وعد بأنه هذا عليه السلام، مع هذا كلام عدم مؤاخذة، كل واحد يقول بده إياه، لكن هذا لا يعني شيئا في واقع الحال، لأنك لست من أهل هذه الأرض، لأنك لا أنت ولا آبائك ولا أجدادك ولا أجداد أجدادك لهم علاقة بهذه الأرض. أنت يا نتنياهو بولندي، وأنت يا فلان من بيلاروسيا جولدا مائير، وأنت يا فلان، كل واحد من بلد أوكرانية جولدا مائير، صح؟ وبن غوريون جاء من بيلاروس. طيب إذا معنى ذلك أنه كل هذا الشيء هو مصطنع، صنعته ظروف قوة طارئة، وظروف القوة الطارئة تتغير مع الزمن. ما في قوة في الدنيا طارئة تبقى، لأنه لا تستطيع أن إسرائيل لا تستطيع. يعني لو أرادت إسرائيل بكرة صحي الصبح قال والله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص قررنا نصير محترمين، شو يعملوا؟ إيش تعمل؟ أنت مش من أبناء هذه الأرض، أنت لا علاقة لك بهذه الأرض، أنت هذه الأرض ترفضك. إحنا الصليبيين عاشوا عندنا كم سنة؟ الصليبيين عاشوا عندنا 88، وبعدين كملوا في القدس، يعني قصدي 88 سنة، ثم كملوا بعد ذلك في الساحل. طيب الهند 200 سنة تحت السيطرة البريطانية اقتصاديا على الأقل، ثم بعد ذلك سياسيا بشكل مباشر. الجزائر 132 سنة. النظام العنصري في جنوب أفريقيا النووية، جنوب أفريقيا التي كانت لديها أسلحة نووية كما لإسرائيل اليوم أسلحة نووية، مش حكموا جنوب أفريقيا منذ بدايات القرن إلى 1990، ثم بعد ذلك رفضهم منطق الأشياء، ما عندهم شرعية، ليست هناك شرعية وجود لهذه الدولة. بالتالي هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها. لكن شرعية الوجود كانت شرعية وجود الأمر الواقع بالسلاح وبالقوة وبالدعم الغربي، ولكن إذا كان الدعم هذا سوف يتتحول أولوياته في حال وجود قوة جديدة، وإذا كان الواقع بواقع إمكانية بناء الأمة لم تتحصل. إسرائيل ليست أمة، يعني فهمت علي؟ إحنا بنقول نيشن ستيت، مش هيك بنحكي إنه الغرب طلع عندنا مفهوم اسمه نيشن ستيت، إحنا أمة، نعرف شو الأمة، أمة. في عندنا أمة اسمها الألمان، في أمة اسمها الفرنسيين، من أنتم؟ عدم مؤاخذة، لأنه هذه الخلطة الموجودة من كل أنحاء العالم هذه ليست أمة، فأنت لم تستطع أن تبني دولة الأمة. إذن كل مشروعك هذا مؤقت، وفي أي لحظة ممكن ينهار، وهذا الذي يفسر حجم الغضب والقلق والتوتر الموجود في نفوس الصهاينة. هذا هو.
لأنه هو شاعر أنه طارئ، شاعر أنه مش محمي، شاعر أنه مؤقت، شاعر أنه ما عنده شرعية، شاعر أنه لا ينتمي إلى هذه الأرض، لذلك هو قلق، فيحسبون كل صيحة عليهم. ومن هنا الذي تفعل إسرائيل الآن منطقي ومتوقع وطبيعي، ولا تستغربوا أن تقتل وتغتال إسماعيل هنية وتغتال في لبنان، وممكن تنشئ حربا جديدة، وممكن تذبح وتقتل، ممكن تفعل أي شيء، لأن إسرائيل في ظرفها الحالي الذي هو منسجمة مع ذاتها، مع مخاوفها، مع العقدة النفسية الكامنة في ذاتها، أن هذا كيان غير ممكن أن يستمر. لأنه أنا قلت لكم مرة، إذا كنت أنا في زمن المغول، أجوا المغول احتلوا الشرق، قتلوا ملايين، يعني في تقدير 60 مليون، قتلوا يعني ثلث البشرية في ذلك اليوم، يعني أو ربع البشرية على الأقل. لكن راحوا المغول وظلت بلادنا صح ولا لا؟ ورجعنا خلفنا ناس وعاشوا وصار في عندنا حضارات وصار في عندنا ممالك، بقيت أرضنا وبقي الإنسان فيها موجودا، وبقي التاريخ يتدفق في تلك الجغرافيا. لكن بالنسبة لإسرائيل هذا ليس صحيحا، لأنه في حال أن تفككت هذه المنظومة لا وجودها سيبقى ولا إنسانها الموجود على هذه الأرض سيبقى، وبالتالي عندها مشكلة وجودية كبيرة، وبالتالي في قلق وفي خوف. وهذا الذي يفسر حالة الانحراف التام في العقل الصهيوني من حالة التوازن النسبي التي كانت موجودة عند الآباء المؤسسين من بن غوريون إلى إسحاق رابين، شمعون بارز، إلى الناس، إلى حالة العنف والنزق والتطرف الموجود حاليا عند واحد زي ابن كثير وزي سموتريتش وزي نتنياهو. لأنه هؤلاء الأوائل كانوا يستندوا إلى المنظومة القاهرة في صعودها، فعندهم قدر من الثقة بأن هذه المنظومة سوف تحمي المنظومة الغربية، وهؤلاء ينظرون إلى هبوطها، فبالتالي القلق يصبح يساورهم لدرجة لا يستطيعون من خلالها إلا أن يخرجوا عن كل منطق ومعقول. إسرائيل هي التي تسير إلى حتفها، حتى وإن لم يفعله الناس، يعني هي حقيقة تسير الآن إلى حتفها بالطريقة التي تتفاعل بها مع الوقائع والأحداث. لأنه كان بإمكانها لو كان لديهم عقلاء أنه في لحظة ما يطيلوا أمد حياتهم من خلال أنهم يتفاعلوا مع السلطة الوطنية الفلسطينية مثلا. طيب يا جماعة، أجوا جماعة وأعطيتهم ABC، بعدين ضحكتوا عليهم، طلعتوهم من ABC في الضفة الغربية، خربتوا بيت المسألة كلها وحولتوهم إلى مجموعة من الذين يتفاعلوا، الأجهزة الأمنية بتشتغل لك. أنت كان عندك فرصة على الأقل تطور روحك شوي، ما استطاعوا. كان لديك فرصة أن تبدي قدرا من التصالح، تخدع الناس، ما استطاعوا. هم كشفوا عن هذه المسائل، وبتقدير طوفان الأقصى جاء لكي يعجل